قرارات قوية من مجلس إدارة النادي الأهلي يقابلها أفراح مستمرة من مجلس إدارة نادي الزمالك وكمان لاعبي نادي الزمالك. حلقة ما بعد السوبر الأفريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في استوديو الكورة. فضلا وليس أمرا، قبل ما نبتدي متنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل شير، ولو أنت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكورة. بداية كده، مجلس إدارة النادي الأهلي على طول اشتغل على قرارات قوية وحاسمة. أول حاجة إنه طبق كل اللوائح اللي موجودة بالعقوبات على لعيبة النادي الأهلي، لأنه شاف استهتار وأداء سيء جدا خلاه يطبق الحد الأقصى للعقوبات بعد الخسارة من السوبر الأفريقي من نادي الزمالك. الفكرة في فكرة مجلس إدارة النادي الأهلي هي مش فكرة الخسارة بحد عينها، الخسارة مع الأداء تفرق، انما خساره مع تهاون، مع اداء سيء، مع عدم تركيز، مع لعيبه ما احترمتش تيشيرت النادي الاهلي قدام مجلس ادارتها وجمهورها. ده ملخص العباره والموضوع، من اول الكابتن محمد الشناوي اللي كان اوت اوف فورم وخارج تركيزه تماما تماما. الجون كان في المتناول، كان اكتر من ركله جزاء كانت في المتناول، بس الشناوي ما حضرش. الشناوي يعني اكتر من خطأ، كورتين يقعوا من ايده في اثناء اللقاء. الشناوي ما بيثبتش جدارته لشارة قيادة النادي الأهلي، ولا بيثبت جدارته وتركيزه في المباريات الصعبة. الشناوي لما بيتضغط بيغلط، ودي مشكلة كبيرة حاصلة في السنة الأخيرة أو الموسم الأخير مع الشناوي، بغض النظر عن أي شيء من قبل الإصابة ومن بعد رجوعه من الإصابة. المهم، كابتن سامي قمصان طبق اللوائح على كل اللاعبين الموجودين بدون استثناء، دون استثناء لاي حد. كله اتطبق عليه اللائحه، زي ما لوائح الفوز والمكسب بتطبق، زي ما لوائح الخساره في البطولات الرسميه او البطولات الكبيره مع سوء الاداء بتتنفذ وبتطبق. مش بس كده، لجنه التخطيط قررت وطلبت بشكل رسمي من مارسيل كولر تقرير شامل يوضح اسباب الخساره من نادي الزمالك في السوبر الافريقي. الموضوع مشدود ومش هيتسكت عليه. اداره النادي الاهلي مش اداره متهاونه، اداره قويه مش هتسكت. في بعض الناس هيقول لك طب ما نلوم على الاداره نفسها اللي ما جابتش صفقات قويه تعادل اللعيبه اللي مشت من النادي الاهلي. عندك حق، مش ما عندكش حق تماما، بس الاداء لو بربع الروح المعتاده او بنص الاداء بتاع النادي الاهلي المعروف عليه كان ممكن نتقال اي حاجه. بس الاداء في الملعب تكتيكيا وفنيا وروح اللعيبه ومواقف اللعيبه، واللعيبه اللي صراحه مقضيها في مطاعم وخروجات وتفاصيل من بعد يعني المطوشه اللي فاتت، وخصوصا ماتش جورماهيا الكيني العوده. اللعيبه ما فيش في تركيز، اللعيبه كان في تعالي رهيب على اللقاء وثقه زايده تكاد تقود غرور شويه، اطمئنان غير طبيعي ان انت هتلعب الماتش وهتكسب. الزمالك بعيد عن مستواه، انت اقوى، انت بتكسب مرتاح. بس جورماهيا مش الزمالك، خلينا نتكلم قولا واحدا. الزمالك ايا كان الوضع هو رد في الملعب نفس كلام كباتن فريقه وادارته، احنا هنرد في الملعب على كل من تهاون في حق نادي الزمالك او تجاوز. واللعيبه صراحه قولا واحدا ادوا اللي عليهم، يعني احترموا ادارتهم وجمهورهم وعملوا كل اللي يقدروا عليه في الملعب، وربنا يكافئهم صراحه باداء قوي جدا كان في الشوط الثاني نادي الزمالك. نادي الزمالك مستمر في الافراح، تصريح من شيكابالا قوي. كان كل اللي تم والتجاوزات اللي تمت وما تروحش وهتخسر وهتشيله 8 وارقام كتيره شيكابالا اتكلم فيها في تصريح رسمي. قال لك احنا بدل ما كنا كل لعيب كان ب 20 راجل في الملعب مش لعيب واحد. هو بيرد ان احنا ردنا في الملعب. انا كابتن الفريق وما لعبتش وما شاركتش، بس عملت اللي عليا كدوري ان انا اوجه اللعيبه وادعمها نفسيا واخليهم يقفوا على رجليهم عشان يأدوا اقوى اداء ممكن، والتوفيق من عند ربنا بعد كده. فلكل مجتهد نصيب، وهم عملوا اللي عليهم. الكفه صراحه قولا واحدا هي رايحه نادي الزمالك. استحواذ كان لنادي الزمالك 56%، تسديدات عامه بشكل عام بعيدا ان هي على المرمى ولا لا كانت لصالح الزمالك. الكور افتتاك الكوره او المنافسات على الكوره اللي لصالح نادي الزمالك. التمريرات الصحيحه اكتر نادي الزمالك. نادي الاهلي حرفيا كان بعيد تماما، كان اسوأ مباراه قدمها في خلال السنه اللي فاتت كلها من ساعه مباراه اتحاد الجزائر السوبر الافريقي اللي فات. هي دي المباراه اللي بعديها على طول في سوء الاداء صراحه، اداء ونتيجه وكل حاجه. نادي الاهلي بجد وحش جدا. عندك مباراه قادمه جباره، انت عندك كاس العالم للانديه الانتركونتيننتال بالمسمى بتاعه والتفصيله الجديده. عندك العين الاماراتي، نادي قوي جدا، يعني نادي كسب النصر السعودي والهلال. نادي قوي 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 قولا واحدا. العين الاماراتي مش محتاج اقول عليه حاجه يعني.
النادي الاهلي لازم يبقى جاهز، لازم يبقى جاهز. عندك مطوشه افريقيه جايه، وبرضه هيبقى طالع من معسكر منتخب مصر وماتشين موريتانيا بتوع منتخب مصر، ماتش في استاد القاهره وماتش في موريتانيا، وبعد كده اللعيبه هترجع. الامور صعبه، الامور مش سهله خالص، الامور صعبه جدا. لازم لعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي في وقت للتدعيمات، تقدر تجيب صفقات في الوقت الحالي لو انت عايز تجيب صفقات. الموضوع لازم يحل بشكل افضل من كده. الراحلين عن النادي الاهلي سواء بالبيع او الاعراض لعيبه قويه ومؤثره وما تمش تعويضهم قولا واحدا. كولر ما اشتغلش او ما ذاكرش وما عملش اللي عليه في ماتش الزمالك قولا واحدا. اللعيبه تعالت على المباراه وما كانتش موجوده، ما ادتش حتى ب 10% من ادائها، برضو تمام. كل الاسباب دي موجوده، يعني كل مقصر دون استثناء، من اول مجلس الاداره وتهاون ملف الصفقات لكولر لاصغر لاعب في النادي الاهلي شارك في اللقاء. قولا واحدا كل الناس مسؤوله عن هزيمه النادي الاهلي، كل ما هو موجود جوه داخل النادي الاهلي وبيمثل فريق الكوره. قولا واحدا على النقيض مسؤول عن الفوز كل ما هو موجود من مجلس اداره نادي الزمالك ولاعيبه لعيبه نادي الزمالك والقيادة التدريبي بتاعهم والمدير الفني، كله يحسب له الكريدت. عملوا اللي عليهم واستفادوا. اي نعم الاهلي ما كانش في فورمته، بس هو الزمالك وصل لاقصى فورمه ليه يقدر يحققها بكل الامكانيات الموجوده عنده، ونجح انه يطلع بالماتش قولا واحدا بقى، بلانتيات 1-1 ايا كان الموضوع، هو الماتش خلص لصالح الزمالك. مكافآت طبعا في الطريق، مكافآت استثنائيه للاعبي نادي الزمالك واحتفالات في انتظار دلوقتي نادي الزمالك ولاعيبته بيطالبوا بالسوبر المصري ان هم هيشاركوا بالكارت الذهبي في ابو ظبي اللي هيشارك فيه النادي الاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والزمالك بالكارت الذهبي. فالزمالك بيلوح ان هو هيكسب تاني النادي الاهلي، وعندهم ثقه قويه وبيتكلموا يلا هاتوا الاهلي عشان نلعب تاني. ده اللي وصل بيه لعيبه النادي الاهلي وضعهم قصاد الجماهير اللي اتعودت على المكسب، اتعودت ان كل الامكانيات متوفره للفوز، فما اتعودوش ان هم يخسروا، واللعيبه كانت رايحه بالثقه الزايده دي، فدي كانت النتيجه. في نهايه الحلقه اتمنى يكون عجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو الكوره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.